السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح لكل مشتركين الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بقى فيديو إحنا ننزله. ويا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا زي ما احنا قاعدين، لو أنت مش مشترك في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هتلاقي لينك بتاع الصفحة في الوصف بتاع الفيديو، وندعي للشهادات إن شاء الله ربنا يكرمنا ونخش كل اللي إحنا عايزينها. طبعا لليوم الرابع على التوالي البرد قاضي على مهند محمود. بصوا انا خلاص انا بصور والله العظيم فيديوهات عشان خاطركم انتوا. انا ممكن اقعد اقول ريح كده، لا لكن انا ما اقدرش. لازم يعني البرد لو مسك فيا هيبص هيركبني احلى سلام. طبعا احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا في الفيديو بتاعنا. طبعا قبل ما نتكلم في الحاجه بتاعتنا هنروح نشوف شكل اخباره ايه، ونشوف الاغلبيه هنشوف اخبار الحمام المريض بتاعنا. فبصوا يا شباب ما شاء الله، هنا طبعا زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات في تحسن كبير جدا في القص البوازه وفي النتائج الجماعيه اللي جوه دي. ان شاء الله باذن الله باذن الله بس القص دوت يطلع الريش بتاعه، اللي هو الريش بتاع الجناحات ده يبدا اللي هو يكمل. ان شاء الله هناخده ندخله السلاكه بتاعتنا، وبرضه هنبدا نشتغل مع فيركون اس من تاني ونروق عليه علشان لو لا قدر الله في بوادر فيروسات ان شاء الله تروح. طبعا ما شاء الله الزبله كويسه جدا، انا مبسوط من الزبله ديت الحمد لله. طبعا شكل هو النهارده في السطح. ايه شكل عامل ايه يا باشا؟ تعالى تعالى. شكل طبعا النهارده طالع معانا كده في السطح اهوت. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كويس اهو شكل يا شباب بقى ما شاء الله سايبينه. طبعا احنا كل يوم بنسيبه كده زي ساعه في السطح عندنا، ودي نتايته تمام. هتطلع عشان معاهم زغلول زي ما احنا عارفين، بس دخل هو خلاص. وهنا ما شاء الله في زغلولين بلدي اهمت ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وشكل معاه زغلول اهو، شكل معاه زغلول، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وهنا في طبعا ده قص بيجي كده ياكل ويشرب ويمشي، مش عارفين حتى الواحد اللي هو يمسكه، فسايبينه كده لله. طبعا هنا ما شاء الله فين القص البلدي؟ كان في القص البلدي راح فين؟ السلام عليكم يا شباب. القص اهو، القص البلدي اهو، الدكر والنتاية. بدور عليكم يا اولاد الذين خضتوني. طبعا ما شاء الله هنا القص الكراكندي الزغلول الباكستاني. طبعا اهوت ان هو قاعد مع الاهالي بتاعته ياكلوه. طبعا هنا الحلبيات خلاص قربت الحصى بتاعها يفك، كلها يوم كده تقريبا تمام، وربنا يكرم ان شاء الله. تمام. طبعا هنا ما شاء الله الله اكبر في زغلولين ما شاء الله كويسين جدا. وهنا القص الجمعيات الذكر اللي هو الذكر الجمعيه والنتايه الاستراليا همت تمام. وهنا الذكر الجمعي القص الجماعي بتوعنا تمام. الفيديو بتاعنا بقى النهارده عن مين؟ الفيديو بتاعنا النهارده عن القص الجميل ده، القص الكريزلي. الذكر ده طلع ذكر لو مؤاخذه ما بيعمرش. معلش ما تبصليش كده عشان انت صح. انا اللي انا بقول انا بكذب في اللي انا بقوله، ما بكدبش. القص ده يا شباب النتايه حصلت حصوتين وما طلعوش معمرين. وطبعا النتايه مجربه عشان كانت دي اصلا ام شكل تمام. مجربها مع شكل ومجربها مع الذكر الحمر اللي عند يوسف صبحي، كانت شغاله كويس جدا. يعني اصلا دي ام شكل وشيماء دي برضه امها، فمجربين يعني مجربين الموضوع. الذكر ده بقى هنعمل معاه ايه؟ هنعمل معاه حاجه حلوه. انت ممكن تشتغل حاجتين، يا اما سيلينيوم بيطري، او تشتغل حاجه طبيعي. طب هو حاجه طبيعي زي ايه؟ حاجه طبيعي زي الحلبه دي، 5 جنيه حلبه اهو، ب5 جنيه حلبه حصى تعملها للحمام، عايز تاكلها له هياكلها، تحط له مع الكلفه، عايز تغليها هيشربها برضه. فاحنا طبعا ان شاء الله الحلبه ديت بكره باذن الله هنغليها للحمام بتاعنا عشان دلوقتي خلاص وقت العصر. فهنأكل الحمام بقى دلوقتي وننزل بقى عشان نكون خلصنا كده يومنا تمام. قلت برضه اطلع اصور لكم الفيديو. الحلبه ديت اهيت ما شاء الله، وتمنى ده ب5 جنيه حلبه حصى. ما شاء الله يعني ريحتها ممتازه. طبعا الحلبه منشط، لو في ذكر ما بيعمرش، في ذكر خايب دوت بتشتغل معاك. بص 10/10 عن تجربه. انا بقالي كتير جدا بستعملها، عمري ما استعملت هي سيلينيوم. انا طول عمري بستعمل ده. رحت عشان اجيب السيلينيوم، في سيلينيوم بشري رحت اجيبه لقيت العلبه ب75 جنيه. المنشط برضو ذكور بس بشري تمام.
في وبيطري. البيطري دوت اللي هو بتاع الطيور والكلام ده كله والبقر والجواميس والحاجات دي كلها دوت. مش عارف الصراحه، هي علبه تقريبا بتبقى قطره، بتبقى قطره زي دي كده اهو. فين القطره اهي؟ بتبقى قطره زي دي كده، زي دي كده اهوت. بتتباع ب 15 جنيه. بتدي الفرد حمام نقطتين ولا 3 نقط. احنا هنستعمل الحلبه دي، هنغليها، هنغسل الحلبه كويس جدا جدا وهنغليها ونقدمها لفرد الحمام، وهو ان شاء الله هيشرب او هياكلها مع الكلفه او هيشربها في مسة الميه. طبعا الحلبه ممتازه. انصح اي حد عنده فرد حمام ما بيعمرش يشوف الموضوع دوت ويجرب الحلبه. الحلبه الصراحه ممتازه جدا 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 وعن تجربه. طبعا في برضو مشكله تانية، لو عندك حمامه مش بيعمر لكن الذكر كويس جدا والنتاج كويس جدا، ممكن تكون العين بتاعتك صغيره. يعني ارتفاع العين، يعني العين دي اصلا ما ينفعش تتفرغ فيها. العين ديت فرد حامي يقف فيها 10/10 اهي. بصوا العين اصلا كلها اصلا 40 في 40 ارتفاع 35 ولا 30 سنتي. دي انا سايبها عشان لو جبت مثلا قص كشكيات احطه فيها، يكون حاجات صغننه. يعني ديت انا مش عايز اطلعها بره السلاك عشان كده. تمام. وربنا يكرم. طبعا احنا ايه شفنا طبعا قبل اي حاجه قلنا نشوف الذكر دوت. ممكن تكون مثلا المشكله عند المشخ عنده، اللي هو بيبقى فيه شعر، قصدي ريش. بصوا تعالى، بصوا عند المشخ عنده الريش بتاعه. طبعا احنا ايه خرطناه بالمنظر ده اهو، زي ما انتم شايفين خرطنا، ما بقاش فيه ريش كتير. الاول كان عنده ريش غزير. طبعا احنا استعملناه اهوت، وربنا يعني يكرمنا كده بقى ان شاء الله ونشوف هيحصل ايه مع هذا الذكر الجميل، وربنا والله المستعان. وطبعا هنا ما شاء الله القص اللي هو الجمعات البيض، ما شاء الله الله اكبر، معاه زغلولين، الله اكبر اهوت. ربنا يعني يكرمنا كده ونعدي الزغلولين دول على خير. الواحد نتمنى الفتره اللي فاتت ديت، يعني الفتره اللي فاتت دي الواحد خسر زغيل كتير الصراحه، ومش لوحدي، عند ناس كتير جدا. نتمنى من الله ان الفتره ديت يبقى ايه فتره كلها ترعرع وكلها انتاج باذن الله. يعني الواحد عنده امل، الجو بدأ اللي هو يسخن شويه. تمام. فنتمنى من الله اللي هو الجو يتظبط. طبعا زي ما انتم شايفين السلاكه طبعا لسه متقفله اهيت، ولا فتحت فيها اي حاجه. ده المنظر بتاعنا على طول اهو. السلاكه بتاعتنا متقفله علشان لو احنا فتحنا والجو بالمنظر ده، لا اول حاجه هتروح معاك الحمام. اول حاجه هتقول لك سلام عليكم انا هموت الحمام. الفيروس اللي هو منتشر في السلاكه بتاعت الناس كلها. طبعا احنا بنستعمل الفيركون، لسه موجود اهوت. والله عايز اجيب تاني، بتكلم عم ايمن، عايز اجيب تاني. عم ايمن، يا عم ايمن الله يرضى عنك، عايزين نجيب فيركون اهوت. الفيركون خلاص. تمام. وطبعا المنتج دوت ممتاز جدا يا شباب. يعني بص دخلته جوه خلاص، مش هروح اجيبه بقى، انا تعبان مش هروح اجيبه. يعني الله المستعان وربنا ان شاء الله يكرمنا. طبعا في حاجه مهمه جدا كنت عايز اتكلم عنها في الفيديو ده، عن هي ايه الكلفه بتاعتنا. طب اقول لكم على حاجه، استنى هنزل لكم كده الجردل بتاع الكلفه ده ونتكلم عنه. ايه طبعا يا شباب الكلفه بتاعتنا ديت انا جايبها منين؟ انا جايبها من الساحل. من عند مين؟ هو انا في الساحل عندي شريف بنداري او شريف البنداري. شريف البنداري دوت اللي عرفنا عليه طبعا عم ايمن. الراجل عرفنا على شريف البنداري، وصراحه الكلفه بصوا ممتازه. الكلفه ممتازه. لو قلت لكم سعر الكلفه دي كام مش هتصدقوني. يعني عامه احنا كيلو الكلفه دي كنا جايبينه ب 14 جنيه. تمام. ما شاء الله الكلفه ممتازه جدا، فيها فول وبسله وقمح وشغلانه. وبصوا بكميات مناسبه. طبعا زي ما انتم شايفين احسن من الكلفه اللي انا كنت بجيبها في الاول. هي في الساحل لكن بتبقى ايه مشوار وكل حاجه، لكن الواحد مش مهم ما دام ما هي مشوار وهنعرف نجيب حاجه بارخص السعر. عفوا يا شباب، بنعرف نجيب حاجه بسعر ارخص وجوده احسن، خلاص يعني مفيش مشكله. يعني نلبلها مشوار، هي كده كده عربيه. هنعدي كوبري الساحل هتنزل لو انت جاي من شبرا هتنزل اول ما تخش الساحل هتسأل عن شريف البنداري. محل اسمه شريف البنداري بتاع علافة. بتلاقي عنده كلفة، وتلاقي دلوقتي هتلاقي انتشر رمضان داخل علينا كل سنة طيبين. هتلاقي عنده فوق، هتلاقي عنده اللهم صل على النبي بلح كتير، او عامة الساحل كلها بقت كلها بلح. ان شاء الله دي كلفة. احنا طبعا لازم نشيد الراجل الصراحة محترم جدا. اسمه الملاك اسمه محمد، ممكن تروح له تقول له انا جايلك طرف عم ايمن او طرف مهند. يا جماعه الساحل اللي في قرود الفرج، مش الساحل اللي في دار السلام، عشان محدش يختلط عليه الامر. تمام. ويعني ربنا يعني يقدرنا لنا فيه الخير. زي ما قلنا هتروح عنده تقول له
انا جاي تبع مهند او انا جاي تبع عم ايمن. كده هو عارفنا يعني هو عارفنا من اتجاهين عشان يعمل معاك الواجب. وان شاء الله عايز تروح تجيب بقى من عنده يميش بقى اللي انت عايزه هتلاقي عنده. الراجل الصراحه حاجته ممتازه جدا يعني، ربنا يعني يبارك لنا فيه كده يا رب. وربنا يبارك لك يا عم محمد لو بتسمع الفيديو. تمام. انا خلاص انا زوري اتقفل. طب يا شباب احنا ايه، معلش بقى عشان انا خلاص بخلص مش قادر اتكلم تاني. فنلف الكاميرا عشان ننهي مع بعض الفيديو. اوكي يا شباب، كانت نهايه الفيديو، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واسف والله يعني البرد متملك مني. ربنا يعني يتم شفانا على خير يا رب. وبس كده كانت نهايه الفيديو، ويا رب تكونوا استفدتوا معانا. كان معاكم انا محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.